السلام عليكم. في المحاضرة دي هنستكمل مع بعض التولز الخاصة باللاندسكيب داخل اللوميون. هنتناول مع بعض التول الخاصة بالووتر. لما بنكليك على الووتر، التولز المتاحة بالنسبة لنا هنا هي البليس للأوبجكت أو الديليت أو عملية موف، وهنا اختيار التايب الخاص بالووتر. لو عملنا هنا بليس بيكون وضع الووتر داخل البروجكت عن طريق ان انت بتكريت ريكتانجل، فبترسم ريكتانجل بمساحة بالشكل ده. اوتوماتيك بيبتدي هنا يحط فيها الووتر بتاعتك بالشكل ده. بمجرد ما بتعمل كرييت، اوتوماتيك بينتقل على التول الخاصه بالموف عشان تبدا ان انت تعمل ستريتش للكلام ده وتedit على الريكتانجل بتاعك اللي انت رسمته من اي كورنر انت عايزه. تمام بالشكل ده. متاح معاك كذلك ان انت تعمل اب. طبعا لما بتعمل اب اوتوماتيك بيبتدي يرتفع معاك الكلام ده لفوق، لكن هو بيتعامل مع الووتر ان هي فوليومتريك وليست بلان. يعني حاليا هي تبدو بالنسبه لك من بعيد ان هي بلان، لكن انت لو بدات تنزل تحتها هتجد ان هو بيتعامل معاها على انها فوليومتريك. يعني لو وقفنا حاليا كده ونزلنا لتحت بالشكل ده وجينا نبص معانا تحت بالطريقه دي، هتجد ان هنا حركه الميه شغاله معاك كانك انت حاليا تحت الميه بالشكل ده. طبعا الموضوع هيختلف حسب بقى التايب اللي انت هتختاره. فلو اخترنا هنا مثلا ان هو يكون اوشن، زي ما احنا شايفين هنا الوضع تحت الميه اختلف بناء على الكالر وبناء على الكوستكس المختلفه في الميه بتاعتك بالشكل ده. عندك هنا اكتر من تايب تقدر تختار ما بينهم، يعني تروبيكال، وعندك هنا البوند، وعندك كذلك هنا ايس. لو انت عايز تبتدي هنا تعمل حاجة فيها ايس من فوق بتكون اخده يعني انديكيشن عن تجمد المية واستقرارها بالشكل ده بسبب الجليد. ولما بتنزل تحت بتكون الامور زي ما احنا شايفين مفيش فيها حركة او كوستكس. وبالتالي التايب اللي انت بتختاره بيبتدي يفرق معاك. طبعا هنا ديرت، فلون المية نفسها مش صافي قوي، وبالتالي عاطيني لون اورنج بالشكل ده انديكيشن عن ان هي تكون ديرت بالشكل ده. طبعا لما بنطلع فوق الامور بتبتدي هنا تديني انديكيشن عن حركة المية المستمرة معايا بالشكل ده. بقدر ادلت معايا الكلام ده لو انا عايز في اي وقت عن طريق ان انا ببتدي اقف معايا على السنتر بوينت الخاصة بالريكتانجل وبقول له من هنا عايز اعمل ديليت. لو ابتدينا ان احنا يعني ندمج معانا التول الخاصة باللاندسكيب مع الووتر، ممكن نحتاج ان احنا مثلا نعمل معانا طبيعة مثلا ارض مختلفة معانا بالشكل ده. تمام. ممكن نحتاج نعمل معانا رايز ونعلي معانا القيمة اللي هنا، ونبتدي ان احنا نعمل ارتفاعات مختلفة معانا مثلا بالشكل ده. ونبتدي ان احنا نفرغ معانا سبيس مثلا في النص هنا، نبتدي نعمل لها سموث او نعمل لها فلات. فنبتدي نعمل كده. وفي المنطقة دي ممكن نبتدي نمشي معانا هنا يعني جزء يكون فيه مية. فممكن نبتدي نيجي معانا هنا مثلا نقول له عايزين نعمل مثلا هنا lower space مثلا بالشكل ده، ونبتدي نبليس معانا هنا ووتر. فهنرسم معانا ريكتانجل على قد مثلا السبيس عندنا تكون بالشكل ده، فنقدر نوصل لحاجة بالشكل ده منظر مثلا بالطريقة دي. ونستكمل بقى تعديل على اللاندسكيب بتاعنا لو احنا عايزين نسموث معانا الامور اكتر من الجوانب شوية بالشكل ده. مثلا نقدر نقلل معانا السايز والسبريد الخاص بالبراش بتاعتنا، فنوصل معانا الحاجة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين طبعا التقاء المية مع الكلام ده اوتوماتيك بيبتدي اللوميون يديني ليه انديكيشن عنه بالشكل ده. نقدر نرجع على التول الخاصة بالووتر ونجيب معانا الموف تول ونبتدي ان احنا نعمل ستريتش للكلام ده بحيث ان هو يتقاطع مع باقي الماونتين حوالينا او الاجزاء المرتفعة عن الارض بالشكل ده. قدرنا ان احنا مثلا نوصل لبحيرة او حاجة زي كده في منطقة فيها لاندسكيب معانا مثلا بالشكل ده. طبعا تقدر تedit بقى على اللاندسكيب بتاعك، تقدر تبتدي تستكمل لو انت عايز هنا كمان منطقة مثلا هتكون بالشكل ده، وهتوسع معاك بقى هنا برضو الجزء الخاص بالووتر بتاعتك. فهنجيب الموف تول وهنبتدي نيجي معانا هنا على الووتر بتاعتنا، وهنبتدي نعمل لها امتداد معانا مثلا بالشكل ده. ولو جينا نشوف الكلام ده هتجد ان هو حاجة بالشكل ده. لو عايزين طبعا نعدل الارتفاع نقدر برضو هنا اب نبتدي نرفع معانا الكلام ده لفوق شوية، فهيبتدي يبان معانا الامور بالشكل ده.
نقدر نغير معانا بقى المية نفسها كمان الى اوشن، فتديني انديكيشن عن الاوشن مثلا بالشكل ده. طبعا مفيش امكانيه ان انت تتحكم في اعدادات الميه نفسها، انت بتختار فقط الستايل واوتوماتيك بيتطبق معاك. تقدر طبعا تنزل بقى لتحت وتشوف معاك هنا الامور بعد عمل ماونتين وطبيعه اللاندسكيب بتاعتك. وهناخد بقى ازاي ممكن كمان نبينت معانا بماتيريالات مختلفه تحت الميه لو احنا عايزين ندي انديكيشن افضل من كده في المحاضره الجايه ان شاء الله.